في علم النفس في استجابة اسمها استجابة الإرضاء تحت التهديد أو الفون ريسبونس. الطفل اللي كبر وهو حاسس إنه لازم يرضي اللي حواليه عشان يفضل محبوب أو آمن بيتعلم قاعدة واحدة: لو كنت مفيد ولطيف محدش هيزهق مني. الاستجابة دي أنقذتك زمان، لكن دلوقتي بقت عبء، بتخليك تقول نعم وانت من جواك بتتمنى تقول لأ، وبتخليك تحس بالذنب لو حاولت تحط حدود. الموضوع مش نفسي بس، كل مرة بتحاول تضغط على نفسك وتوافق غصب عنك جهازك العصبي بيدخل حالة توتر حقيقي والكورتيزول بيعلى، وده اللي بيخلي اللطف الإجباري مرهق ومستنزف. طب والحل؟ المرحلة الأولى تهدئة الجهاز العصبي إذا احتاجنا. أوقات بيكون الجهاز العصبي في حالة استنفار مستمر، شايف إن الرفض خطر، ساعتها ممكن نستخدم أدوية يرجع يحس بالأمان بدل ما يفضل في وضع الطوارئ. المرحلة الثانية إعادة التدريب النفسي بالعلاج المعرفي السلوكي، وهنا بنشتغل على إنك تعلم عقلك حاجة جديدة: إن احتياجاتك مش تهديد، وإن الرفض مش جريمة، وإن العلاقة الصحية مش مبنية على إنك تلغي نفسك. بنشتغل على وضع حدود بشكل تدريجي، تعامل مع شعور الذنب، وفهم إن كلمة لأ مش بتبعد الناس، بالعكس بتقرب الشخص الصح. اللطف الحقيقي مش إنك تدي كل حاجة للناس، اللطف الحقيقي إنك تكون لطيف مع نفسك الأول. لو حاسس إنك عايش على حساب طاقتك، ده مش قدر، ده نمط وبيتغير. ابتدي بخطوة صغيرة وتعلم تقول لأ من غير خوف، وجاهزين نمشي معاك في رحلتك. لو احتجت مساعدة اتواصل معنا.